بسم الله بديت وعلى نبي صليت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهاركم مربوح، واش راكم، واش حوالكم، وليداتكم، ميمتكم، إن شاء الله نتوما وكامل جملتكم تكونوا بخير. قبل ما نبدا ديري النية وديري جام تزهلك ليا ما شاء الله. وصفة الخشخاش العاصمي ولا الجزائري القديم اللي يردنا يا مات زمان لصغرنا جبته لكم اليوم بالطريقة الصحيحة، لأنه بزاف يديروه بطريقة ماهيش هي التقليدية. جبتها لكم الطريقة التقليدية على طريقة عمتي اللي كانت معروفة جدا 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 به في القصبة. كانت يعني ما كانش اللي يديروا كما هي. جبت لكم الوصفة من عندها. عندي 5 كيلات تاع الفرينة، أنا وريت لكم 4 ممسوحين وزدت الخامس، هي 5. هذا هو اللي راهم يغلطوا بزاف، يديروه بالسمن، يديروه بالمارغرين، يديروه جامي 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 يزداد بالزيت باش يجي القرمشه، يجي بالزيت. وباش يجي الفرق بينه وبين عجينه تاع الصمصه هو انه يجي بالزيت. درت نص كيلة تاع 5 كيلات، شوفوا فرينة، نص كيلة تاع الزيت، درت قرصة تاع الملح، درت شوية لافاني باش نحو هذيك الصفارة تاع الحبة بيض، درت حبة بيض صغيرة لأنه الكيلة تاعي ماهيش كبيرة بزاف. ومن بعد ندير كيلة تاع الماء تاني، ما يزدلوش الماء زهر، يزدار بالماء. شوفوا كانوا زمان تقعد لهم البقلاوة يديروا الخشخاش، تقعد لهم العجينة تاع الصمصة ويخلص لهم لافارس، يديروا الخشخاش بصح نهار يديروه تاع الصح. هذه هي الوصفة الأصلية باش يحافظ على القرمشة تاعو، لأنه إذا درتوه بالسمن ولا المارغرين ينتكل هذاك الوقت، صح يجي ولا حتى القريب يجي بنين بصح ما يشدلكمش. وزيد باش قلنا يجي مختلف على لي غوسيت الاخرين كيما الصمصه. ومن بعد تدلكوه شويه، يعني ماشي تدلكوه بزاف، واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق قسمه، تتلم لكم مليح وتكون جاهزه. شوفوا كيفاش تجي، ما تجيكمش طريه بزاف، نخلوها ترتاح. شوفوا الوصفه الاصليه قلت لكم ما فيها ني خميره ني كما راهم يورقوا فيها دوكا بالمايزينا، ني والو. اللي يحب يحافظ على الذوق الأصلي تاعها هذه هي، واللي يحب يدير كيما راهم يديروا هادوكا بالسمن ويديروا الخل ويديروا الخميرة. الخميرة يمكن شوية خميرة الخبز ديري على نقولوا مغرفة قهوة صغيرة، ما يبدلهاش ذوق بزاف. بصح هاد اللي راهم يديروا الخل والسمن والمايزينا راح يتبدل الذوق تاعها، ما يوليش خشخاش ريحة زمان. وكاين اللي حتى أنا يدير المزهر. قلت لكم هذه هي الوصفة الأصلية ما فيها حتى حاجة. قسمتها على 3، درتها في كيس، خليتها حوالي هكذا واحد نص وخليتها ساعة ترتاح، يعني تقدروا واحد 10 دقائق تخدموا بها. وبديت نحل بالفرينة، ما تحلوا بحتى حاجة واحدة أخرى. يعني قلت لكم أنا جبت لكم الوصفة الأصلية، تحليها بالفرينة. شوفوا كيفاش تولي، يعني تتحل بكل سهولة. شوفوا هاد الوصفة كانوا يديروها، قلت لكم كي يديروا الحلوى تقعد لهم ليشت هذوك تاع البقلاوة خصوصا في العراس، ولا كي يديروا الصمصة وتقعد لهم تاني يعني العجينة وتخلص لهم لافارس، يديروا هذه الوصفة بأي عجينة. بصح كي يديروا هادية. وقتاش يديروها الكترانية؟ يديروها على بالكم نهار ينفضوا الدويرة، احنا نقولوا ينفضوا يعني يحكموا الصحاين كامل، يبداو فيهم من الفوق للتحت، ينفضوهم ينحوا لهم كامل. إذا كاين رتيلة حاشاكم ولا ينفضوا كامل، ينحوا الغبرة كامل في الدويرة ويجيبوا الجيري يجيروا هذاك النهار. صافي لي مثلا خرجت وحدة ولا 2 من الدار، اللي يقعدوا في الدار تلقيهم يديروا هذه. وحده نافسه ولا ما تقدرش تخرج معاهم لبرا،
يعني تحكمت دير لهم الخشخاش ويديروا الفطور هذاك النهار تاني يديروا شخشوخة الخبز. هادو هما يعني يديروا شخشوخة الخبز يفطروا بها ويديروا خشخاش ويطيبوا لاتاي ولا. نكمل لكم في الوصفة. شوفوا أنا قطعت دي بونت فيهم 7.5 على 25. بصح يعني ديروهم شوية أطوال، عرض عرض كتر خير وخير. واش تاني شتو العجينة كنت نطول فيها كيما نحب ونشتهي. علاه؟ لأنه يعني العجينة ناجحة 100%. ومن بعد في القليان هنا الفرن تاعكم ما يكونش قوي. للأسف أنا الشمس كانت ضاربة فيا. شوفوا كيفاش ما انتبهت باللي ما يخرجش تصوير مليح. يعني طرمو جهة هي اللي شوفوا كيفاش هي تتنفخ. هي اللي تعطي لكم الطول شحال حبيتوه. يعني هذيك الجهة اللي تحطوها ابداو ترموا لها في الزيت وهي تنتفخ. كي تشد روحها وتبدا تحمر قلبوا وقعدوا كيف كيف ترموا الزيت لهذيك التحتانية. هي راهي في الزيت بصح بين الوحدة وخوتها هذيك ارموا الزيت وقعدوا تخبطوا ثاني في الزيت. ترموا في الزيت وهي راهي تتنفخ. الأخرانية هاي اللي كنشدها هكذا بالفرشيطة ولا بمغرفة واحدة أخرى ونبدأ نرمي لها الزيت الثاني وهي راهي تتنفخ. كي تشد روحها هذيك هي نخليها ونجيب حبة واحدة أخرى نزيد ندير نفس العملية. والأخرى راهي ني بالي عليها يعني تدي اللون الذهبي ونقعد نقلب فيها. هذه هي يعني عملية سهلة جدا. حبيت نقول تاني كلمة للمشتركات اللي راهم يدخلوا وراهم يشجعوا فيا ويقولوا لي كلام طيب. اللي تقول لي فكرتيني بيامات زمان، اللي تقول لي فكرتيني في القصبة، اللي تقول لي فكرتيني في ميمتي في ماني. واش نحكي لكم هذاك الكلام هو اللي طلع لي المورال وشجعني لانه انا نحب يامات زمان ونحب كي نفكركم فيهم. وحبيت يعني أيضا أني نحيي الوصفات الأصلية وبأسمائهم الأصلية لأنه كاين بزاف تاني أطباق حتى بدلوا لهم الاسم يعني ما ولاوش يسموه بنفس الاسم اللي كانوا يتسمى بكري. كما أنا حطيت لكم واحد منهم وهو دوك يقولوا مرقاز بلاصوص. هو كان يقولوا له طاجين العلجة يعني. وهذه العلجة يسموا بزاف عليها اسماوات. المهم هذا هو المطلوب. وقلت لكم هذه المشتركات بإذن واحد أحد ربي قدرني انه ما نقولش نرد لهم خيرهم ولكن لو كان تذكر كل وحده باسمها ونشكرها. لو كان جاو قدامي كنت نبوس لها كل وحده نبوس لها على راسها بالكلام الطيب لانه الكلام الطيب صدقه. والكلام الطيب ما تعرفوش يعني وش يدير في نفسية الإنسان. يعني نفسيتي حتى وتكون في الحضيض كي نسمع كلمة طيبة منكم أكيد 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 راح يطلع لي المورال وأكيد راح ندعي لكم عن ظهر قلب وربي شوفوا دوك يقدركم الحليبات على تاعي يعني شوفوا اللون يرد كيفاش لكم طابوا خيركم. ودوكا هذا واش نقول. هكذايا ونرمي لهم العسل من الفوق. كاين اللي يدير العسل ويرميهم لداخل ولا ديروا بهذه الطريقه لانه انا ما كانش عندي كميه مليحه تاع العسل. درت هذه الطريقه نعسلوهم. العسل ما يكونش سخون. انا هنايا لانه كان جامد لي آه، وسيته في الكاسرونه هكذا بصح خليته عاود برد وراني ندير هكذا من الفوق. ما تعسلوهش غير اذا كنتو حتاكلوه يعني باش يقعد محافظ على القرمشه تاعو. ديروه خصوصا في باطا خصوصا اذا كانت بطاطا حديد ولا في قدره مغلوقه مليح ولا طنجره ولا وحطوهم تكوتي. ومن بعد كل ما تحبوا ايضا فكرتكم بيامات زمان. شوفوا هذه الكاسرونه بلا ما تقولوا لي محروقه وكل شيء هذه خليتها للقليان. شوفوا كي نقلي فيها المقيرات ولا كامل نقلي فيها حاجه صغيره من الاول. ودرت فيها العسل بس سخنتو برك. المهم شوفوا قلت لكم تعسلوها ومن بعد تزينوه بالجلجلان. كاين اللي يدير بيستاش اللي عنده بيستاش المهم تتعسل وتقدم.
أنا الزوج تاعي كان فوق الطابلة وكان يفرغ لاتاي تاعو ويقول لي: "غاولي، غاولي." ربي يحفظه ويحفظ لكم العزاز عليكم. المهم شوفوا أنا قدّمته في فوارة من بعد، بصح ما نكذبش عليكم التقديم تاعي ما كانش في المستوى، ما عجبنيش، لأنه قُلت لكم الخدّام أنا كان عندي في الكوزينة، سرقت روحي ما بين هو راح يفطر، أنا رحت نجري كنت درتها صباح ورحت نجري نقلي فيها و والمهم وجدت لكم آآ حطيت لكم يعني الوصفة لأنه وعد الحُر داين عليه، ونقولها للمشتركة اللي قالت لي على الوصفة، إن شاء الله تكون عجباتك وتطبقيها نتمنى الوصفة تاع اليوم تعجبكم، تجربوها وتنجحوا فيها وتفكّركم تاني بأيامات زمان. وإذا عجبتكم ما تنسونيش بجام كومنتار تزيدوا تشجعوني أكتر، وأي وصفة خصوصا تاع الزمان تحبوها ابعتوا لي وراح نجيبها لكم بكل تفاصيلها وحتى حكايتها. وأيضا علاه لا تشاركوا القناة مع أحبابكم وناسكم. وفي الآخر ما بقى لي غير نقول لكم أتهلاو لي في رواحتكم، دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم.